السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مالك محمد من قناة مالك توتوريال. من فترة كنت عامل كورس موشن جرافيك، وكان بفضل الله الإقبال عليه كان كبير جدا، وأنا عن نفسي ما كنتش متوقع ده، وده كان بعض الآراء المشتركين في الكورس. اولا انا حابب اشكر الاستاذ مالك لاني استفدت كتير جدا من الكورس. الشرح كان جميل جدا وكان سهل وممتع، بياخدك من مستوى الصفر لمستوى الاحتراف. انا كمان اشتركت في كل الكورسات الموجودة المدفوعة اونلاين، وده اكتر كورس انا استفدت بيه، فانا بنصح الجميع بالاشتراك في الكورس لان المحتوى قوي جدا. السلام عليكم أستاذ مالك، أتمنى أن تكون بخير. شكرا لك على مجهودك وتعبك معنا، والله استفدت كثيرا من الدورة وتعلمت أمورا احترافية وحركات كنت أتمنى أن أعملها في يوم من الأيام، وبفضل الله أولا وبفضلك ثانيا أصبح بإمكاني إنجاز فيديو موشن جرافيك احترافي. انا اشتريت الكورس بتاعك يا استاذ مالك تقريبا من 6 شهور. هو كورس احترافي ومميز جدا. وانصح اي حد ان هو يشتري الكورس ده لانه هيفرق معاه كتير زي ما فرق معايا. إذا كنت تبحث عن كورس موشن جرافيك يوفر لك عناء البحث والتشتت في اليوتيوب، فأنصحك بكورس مالك توتوريال، كورس البيوت الذكية. الكورس فيه كمية من المعلومات والأسرار التي تخلي حركتك انسيابية بشكل مبهر. الكورس ده كان عبارة عن شغل أنا كنت عامله للعميل، وبناء على المشاهدين ان انا اعمل الشغل ده احوله لكورس واشرح فيه ازاي يتعمل. فحولت الشغل اللي قدامك ده لكورس ازاي نعمل الشغل ده من البداية الى النهاية. المقطع اللي قدامك ده هو ده الشغل اللي انا حولته لكورس وشرحت فيه من البداية الى النهاية. ولو انت اول مرة تسمع عن الكورس ده فحابب اقول لك ان الكورس ده هينقلك نقلة تانية حرفيا لعالم التحرير. ويلا نشوف المميزات الكورس. اول ميزه معانا ان انا بنقل لك خبره 9 سنين، وكمان انا بعمل لك كورس عباره عن شغل انا عملته. وتاني نقطه هنتعلم ازاي لما السكريبت يجي لك من العميل ازاي تحوله لافكار ابداعيه، وكمان ترسم حتى لو انت مش عندك اي خلفيه عن الرسم. وبكسر الخوف اللي بيبقى جوانا اثناء لما يبقى السكريبت موجود ومش عارفين نعبر عنه كافكار والرسومات. انا مراعي النقطه دي. 3. ازاي بعد ما جمعنا الرسومات والمشاهد وطلعنا الافكار، ازاي بقى نبدأ نجمع المشاهد دي في الافتر افكت ونبدأ تحريك مشهد مشهد بشكل احترافي وبطريقة متنوعة. 4. هتتعلم ازاي تتنقل ما بين المشاهد وتعمل كاميرا كده تتنقل ما بين المشهد والمشهد بشكل احترافي وسلس. 5. هنتعلم ازاي نتعامل مع الكفريمات ومن غير اي اضافات او سكريبتات خارجية. 6. ازاي نحول الاشكال واحنا شغالين كده، نحول شكل ل 3 دي زي اللي موجود في الشغل ده. 7. والاخيرة، انت خلاص بدأت انك تجمع شغل موشن جرافيك من البداية للنهاية، وانت كده تبقى انت جاهز لسوق العمل في اي وقت. انت لسه بتفكر؟ يلا اشترك واحصل على الخصومات اللي انا عاملها في الكورس ده، وتابعني في الكورسات الجديدة الجاية.